أبو زيزو صاحب ترند السمن البلدي بيفجر مفاجأة من العيار التقيل عن غسيل الأموال في التيك توك. أبو زيزو والسمنة البلدي اتصدروا ترندات أشهر المطاعم على السوشيال ميديا، متربيين على السمنة البلدي وكل حاجة بياكلوها بالسمنة البلدي، حتى السلطة عندهم عليها سمنة بلدي، لحد ما وصلوا لأكبر مطاعم الشيخ زايد ومصر الجديدة. وبعد ملايين المشاهدات اللي عملوها اتعرض عليهم عرض بملايين من غسيل الأموال، وردهم كان مفاجأة. انتشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات لصانع محتوى اسمه أبو زيزو، بيظهر هو وأولاده الاتنين زياد وإياد، والمحتوى بتاعهم بيتكلم عن الأكل اللي بيقدموه بالسمنة البلدي زي البيض والبطاطس وحتى السلطة بالسمنة البلدي. وبسبب عفوية زياد وإياد وأبوهم في تقديم المحتوى ومن غير تصنع بقوا حديث السوشيال ميديا، وحققت صفحتهم نسبة مشاهدات ما حصلتش قبل كده، ووصلت لأكتر من 5 مليون مشاهدة للفيديو الواحد. وأول ما المطاعم والبراندات الكبيرة شافت مشاهداتهم حبت تلحق الترند وبدأت فلوس الإعلانات من أكبر المطاعم والبراندات تغرقهم، وأبواب الرزق اتفتحت لهم. مطاعم وبراندات كبيرة في زايد وفي مصر الجديدة كلمتهم علشان يجربوا الأكل ويعملوا دعاية زي حجوجة وحضرموت عنتر وشرام بزون وغيرهم كتير. أبو زياد بدأ يتكلم عن إزاي دخل السوشيال ميديا وإيه سر البروباجندا والترند اللي حصل. والد زياد قال إن إحنا بدأنا بالصدفة لما كنت في يوم مسافر ورجعت البيت ولقيتهم عاملين رز بلبن وعليه سمنة بلدي، ولما بصيت لشكل الطبق قلت لازم أعمل عليه فيديو، ونزلت الفيديو على التيك توك واتفاجئت إنه جاب مشاهدات كتير والتعليقات كلها كانت إيجابية على السمنة البلدي، فقلت إحنا نخلينا في موضوع السمنة البلدي ده. وبعد كده ظهر معايا زياد ابني في فيديو والناس بقت متعلقة بيه، وبعدها طلبوا المتابعين منه في التعليقات عاوزين إياد أخو زياد معاه في الفيديوهات وإن هو اللي يقول المقدمة بتاعت كل فيديو. أبو زياد ما كانش ناوي يدخل في موضوع السوشيال ميديا لأنه ما كانش بيفهم فيه، ولكن صديقه هو اللي نصحه وقال له ينزل الفيديوهات على منصات تانية غير التيك توك. أبو زياد اتفاجئ بإعجاب عدد كبير من المتابعين بالفيديوهات اللي بينشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إنه مخططش للموضوع ده قبل كده. لكن بعد فترة من انتشار أبو زياد فجر قنبلة في واحد من الفيديوهات بتاعته واتكلم فيها عن أحد الأكاونتات بعتله من خلال لايف على تيك توك يعرض عليه يبعتله ملايين يوميا من خلال اللايفات، والمقابل نسبة 20% من إجمالي المبلغ اللي بيتبعت لهم كهدايا. لكن أبو زياد كان رده إن الفلوس دي مش حلال لأنها بتيجي بصورة غير مشروعة وبطرق غير قانونية. أبو زياد ضاف الراجل ده لقائمة الحظر علشان يقفل على نفسه الباب ده. السؤال هنا هو كم واحد من صناع المحتوى قبل بعروض غسيل الأموال اللي اتعرضت على أبو زياد، وكم الأموال المشبوهة وغير المشروعة اللي اتغسلت في تطبيق تيك توك، وإيه مصدرها ومين اللي بيبعتها، وكم صانع محتوى حقق ثروات وملايين من الأموال المشبوهة دي. أبو زياد بيقول في النهاية إحنا عملنا اللي يرضي ربنا والحمد لله ربنا رزقنا من فضله، والفيديوهات اللي بننشرها عجبت ناس كتير وبقوا يشجعونا، وما لقيناش ولا تعليق سلبي واحد يرجعنا عن اللي بنعمله.